التليفون ده هو السامسونج جالاكسي زي فليب 5، احدث تليفون من سامسونج. ولو انت كنت اتفرجت معايا السنه اللي فاتت هنا في القناه على مراجعه الفليب 4، فخليني افكرك كده بسرعه ان احنا كان عندنا 3 مشاكل رئيسيه في سلسله الفليب. اول حاجه منهم هي ان المفصلات اللي كانت مستخدمه كانت مش بتخلي النصين بتوع الجهاز يقفلوا على بعض كويس، فبالتالي كان ممكن تراب يخش جوه الجهاز ويبوظ الشاشه الداخليه. تاني نقطة كانت مشكلة عندنا هي الشاشة الخارجية نفسها، ودي هي السيلينج بوينت او النقطة الرئيسية اللي ممكن تخلي واحد يروح يشتري تليفون فليب اصلا. فكانت مشكلة الشاشة دي انها صغيرة قوي، وما كنتش تقدر تتفاعل معاها وما تقدرش تعمل منها حاجات كتيرة. اخرك مثلا انك تشوف الساعة، تشوف نوتيفيكيشنز، وما عندكش اوبشنز كتيرة. وتالت مشكلة بقى رئيسية هي كانت الإمكانيات الداخلية بتاعت الجهاز، سواء كانت الكاميرا أو البروسيسور أو البطارية والحاجات دي كلها. فهل المشاكل دي اتحلت في الفليب 5 ولا لأ؟ وهل التليفون ده فعلا النهاردة يستحق يتقال عليه إنه أكتر تليفون عملي في 2023 ولا لأ؟ دي الأسئلة اللي احنا هنجاوب عليها خلال الفيديو ده. بس بفكرك كده في الأول إنك لو مهتم بالتكنولوجيا وحابب تتفرج على الفيديوهات بتاعتها، إنك تشترك هنا في القناة وتشغل زرار الجرس عشان يجيلك نوتيفيكيشن بالفيديوهات الجديدة. وفي آخر الفيديو خالص لو عجبك ابقى اعمله لايك عشان يوتيوب ينشر الفيديو ده لناس أكتر. خلينا نبدأ بأكبر نقطة حصل فيها تغيير السنة دي، وهي الشاشة الخارجية، واللي بقت بمقاس 3.4 بوصة وأبعاد 748 في 720 بكسل، وبتردد 60 هرتز ومن نوع سوبر اموليد. ودي نقطة كبيرة قوي في سلسلة الفليب عند سامسونج بعد موديل السنة اللي فاتت اللي كانت الشاشة بتاعته بمقاس 1.9 بوصة بس، وبأبعاد 512 في 260 بكسل. فالشاشة الخارجية دي واللي اسمها فليكس ويندو تقدر لو طولت تدوس عليها شوية تلاقي كمية خلفيات كتيرة جدا تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز بناء على الستايل المناسب بتاعك. وكمان لو فتحت التليفون تقدر تخش على السيتنج من جوه، ومنها تقدر تعمل كمية تعديلات لا تتخيلها على شكل الوول بيبر او الخلفية اللي موجودة في الفليكس ويندو. فانت ممكن مثلا تختار حاجة اسمها informative presets، واللي هتدي لك معلومات كتيرة ممكن تظهر معاك على الشاشة الخارجية على طول. او ممكن تختار جاليري ومنها تحط صورة تبقى هي دي اللي ظاهرة معاك على طول، او لغاية 15 صورة والجهاز يقلب ما بينهم. او ممكن كمان تختار صورة متحركة اللي هي جي اي اف او فيديو، وتقدر تحط لها فريم وتغير الوانه. وتقدر كمان تحط عليهم فلتر او تبين شحن البطارية، او تغير مكان الساعة والفونت بتاعها والوانها. حتى النقطة بتاعت النوتيفيكيشن دي انت ممكن تغيرها وتخليها بتطلع لك اخر 3 نوتيفيكيشنز مثلا بدل ما تبقى نقطة كده لوحدها. والاحلى بقى كمان هي الشورت كات بتاعت الكاميرا دي واللي تقدر تغيرها وتخليها ابس، عشان ايوه انت تقدر دلوقتي تفتح كل التطبيقات اللي انت عايزها وتخليها بتتعرض من الشاشة الخارجية من غير ما تفتح التليفون اصلا، زي ما هنشوف مع بعض كمان شوية، فخليك متابع معايا. ولو على الكاميرا فانت تقدر تدوس على زرار الباور دوستين عشان يفتح لك الكاميرا على طول. دلوقتي تقدر تعمل حاجات كتيرة قوي من الشاشة الخارجية ديت. فانت مثلا لو سحبت شمال كده تقدر تشوف النوتيفيكيشنز بتاعتك كلها، ولما تدوس على اي واحد منهم تقدر تخش جوه التطبيق وتتفاعل معاه. فلو جات لك مثلا مسج واتساب او تكست مسج انت تقدر على طول تعمل ريبلاي عليها من الشاشة الخارجية دي من غير ما تفتح التليفون. لو جالك نوتيفيكيشن على فيديو يوتيوب زي مثلا الناس اللي مشغله زرار الجرس، تقدر تتفرج على الفيديو بتاع اليوتيوب من الشاشة اللي من بره دي من غير ما تفتح التليفون اصلا. انت كمان من الشاشه الخارجيه دي تقدر تروح للكويك بانل، ومنها تعمل حاجات زي انك تفتح الواي فاي وتقفله، تعمل ميوت للتليفون او تشغل الجرس. تقدر كمان تشغل الفلاش، وتقدر تعمل حاجات كتيرة قوي من هنا زي انك مثلا تزود اضاءة الشاشة او تقللها. واللي بالمناسبة الاضاءة بتاعتها بقت 1600 نتس، ودي اقوى اضاءة موجودة في شاشة خارجية لجهاز فليب لغاية دلوقتي. فانت كده تقدر تستخدم التليفون ده في الاماكن الاوت دور براحتك جدا بدون اي مشاكل. واحلى حاجه بقى كمان دلوقتي انك لما تسحب يمين تقدر تلاقي ويدجز كتيره قوي زي مثلا الويذر، الكالندر، ممكن تلاقي ستوب ووتش وتايمر للناس مثلا اللي بتذاكر وبتستفيد بخاصيه او بالتكنيك بتاع البومودورو تكنيك، اللي هو بتذاكر ل 25 minutes وبعد كده تاخد 5 minutes بريك. فانت تقدر تظبط البومودورو تكنيك او التايمر بتاعك من الشاشة الخارجية هنا من غير ما تحتاج انك تفتح التليفون. فانت كده بتبقى اقل تعرض للتشتت، غير مثلا انت عشان كنت تفتح التايمر في التليفون قبل كده فممكن غصب عنك ايدك كده بالغلط تيجي على فيسبوك، تبص على انستجرام،
فانت دلوقتي لا، انت مركز انك بتفتح التايمر بتاعك على طول من هنا وتحط التليفون جنبك وتقعد تشتغل او تقعد تذاكر، او حتى كمان انت تقدر ممكن تشغل فويس ريكوردر من الشاشه الخارجيه دي على طول. واللي بالمناسبه انا مش عارف ليه سامسونج شالته من التليفون، وبتحتاج ان انت تعمل له داونلود لوحده بعد كده. بس الرائع بقى انك لو مشغل حاجه زي الستوب ووتش او التايمر، فانت بيطلع لك هنا جزء صغير شبه الدايناميك ايلاند اللي موجوده في الايفون 14 برو ماكس، ولو دوست عليها تقدر تجامب على طول او تروح على طول للويدجت ديت. حتى مثلا لو انت بتتفرج على حاجه على يوتيوب وعندك اكونت بريميوم، فانت تقدر تطلع بره الابلكيشن خالص وتعمل حاجه تانية، وهيطلع لك تحت برضو نفس الدايناميك ايلاند دي اللي فيها الويفز، ولو دوست عليها هيوديك على طول على التطبيق بتاع يوتيوب. والكلام ده تقدر تعمله مع اغلب التطبيقات اللي بتشغل صوت، فانت تقدر تعمله مع سبوتيفاي، مع يوتيوب ميوزك، مع سامسونج ميوزك نفسه. وتقدر براحتك من هنا تقلب في التراكات، توقف وتشغل، تعمل اللي انت عايزه من غير ما تحتاج انك تفتح التليفون. ولو عايز تروح لويدجت بسرعة، فانت مش محتاج ان انت تقعد تقلب كده وسط الويدجتس، انت ممكن تسحب بصبعك الاتنين وهتلاقي كل الويدجتس موجودة قدامك، وتجامب على طول للويدجت اللي انت عايزها. وزي ما انت شايف، انت دلوقتي تقدر تشغل تطبيقات من على الشاشة الخارجية بمنتهى السهولة. لكن للأسف سامسونج حكماك بشوية تطبيقات معينة زي المابس والمسجز والنتفليكس ويوتيوب وواتساب، لكن مفيش تطبيقات تانية. بس كمل معايا الفيديو ده، لاني كمان شوية هقولك على تركاية كده حلوة تقدر من خلالها تحط اي تطبيق انت عايزه وتشغله على الشاشة الخارجية بمنتهى البساطة، بدون ما تلعب في السوفت وير بتاع الجهاز. وبالنسبه للويدجتس، لو انت في مثلا ويدجت معينه دي اللي انت بتحتاج تروح لها على طول زي التايمر مثلا، فانت ممكن تسحبها وتخليها كده هي دي اللي موجوده في الاول. ولو في بقيه الويدجتس انت مش محتاجها، تقدر تدوس على علامه الماينس دي وتشيلها خالص. اعتقد احنا خدنا وقت كبير قوي في الشاشه الخارجيه في التليفون ده، وده لان دي هي اهم نقطه موجوده في التليفون ده فعلا. ودي الحاجة اللي تخليني النهاردة أشجع أي حد بيدور على جهاز عملي إنه يفكر في الجهاز ده فعلا. فالجهاز ده هيديلك سلاسة عالية جدا في الاستخدام، وهتبقى مرتاح فيه جدا مع إمكانيات معقولة زي ما هنعرف في آخر الفيديو. وده على عكس الفيديو بتاع السنة اللي فاتت بتاع الفليب 4، اللي كنت عامل الفيديو مخصوص عشان أقولك خلي بالك اوعى تشتري فليب 4. لكن الفليب 5 أنا أشجعك جدا إنك تفكر في الجهاز ده. وانا عارف ان ممكن حد دلوقتي يقول لي يا عم ما انت لسه قايل لنا نفس الكلام ده في الفيديو اللي فات واللي كنت بتتكلم فيه على الموتو ريزر بلس او الموتو ريزر 2023. انا عارف، عشان كده انا مش هسيبك محتار. والفيديو اللي جاي هيكون مراجعة ما بين الجهازين دول، وهقول لك كل واحد فيهم ايه مميزاته وايه عيوبه، وفي الاخر القرار بتاعك. فلو انت بتفكر تشتري التليفون ده، استنى شوية لغاية ما تتفرج على الفيديو اللي جاي. بس طبعا مش محتاج ان انا افكرك انك لازم تكون عامل اشتراك ومفعل زرار الجرس عشان يجيلك نوتيفيكيشن اول ما الفيديو الجاي ده ينزل. خلينا بقى دلوقتي نروح لتاني نقطة او تاني مشكلة كانت موجودة عندنا في سلسلة الفلاب، وهي المفصلات. فالمفصلات قبل كده كان بيبقى فيها فراغ زي ما قلنا، وده كان بيدخل تراب وبيبوظ الشاشة الداخلية. لكن السنة دي سامسونج غيرت نظام المفصلات خالص، وعملت مفصلات تانية بتقفل على بعضها تماما. هي مش 100% بتقفل، يعني في فراغ بسيط موجود، بس ده احسن بكتير من اللي كان موجود قبل كده. لكن ده ما اثرش خالص على تقييم الجهاز، فما زال الجهاز ده للاسف التقييم بتاعه IPX8. وال8 دي هي مقاومته للميه، ودي بتبقى 8 اوت اوف 9، فمعنى كده ان الجهاز ده مقاوم حلو قوي للميه لمده 30 دقيقه لعمق متر ونص، ده للميه النظيفه. لكن الاكس دي هي مقاومته للاتربه. وده باختصار كده ان سامسونج بتقول لك بص يا ريس، احنا الجهاز ده ما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل له لو اتحط في التراب، فانت وحظك بقى خلي بالك عليه لوحدك يعني. فالاجهزه بتاعت الفلاب او الفولد محتاجه ان انت برضو ما زلت تخلي بالك عليها قوي وانت بتستخدمها. وبالرغم من ان سامسونج غيرت نظام المفصلات، لكن ما زال برضو للاسف الكريس او التانية اللي موجوده جوه هتحس بيها وهتبقى نسبيا مضايقاك. نفس الاحساس ونفس المقاس بتاع الفليب 4 ما اتغيرش خالص، على عكس الموتو ريزر فعلا اللي انت ما بتحسش فيه خالص بالكريس ديت او بالتانية. معلش انا بس بشجعك للفيديو اللي جاي. فدي نقطة من النقط اللي هنتكلم عليها في الفيديو اللي جاي. بس كده انا تقريبا خلصت الفيديو، لان كل الكلام اللي جاي هو نفس الكلام اللي اتقال في موديل السنة اللي فاتت.
فالجهاز من جوه مواصفاته تقريبا ما اتغيرتش، فما زال الجهاز ده مش بيدعم الاس بان سواء في الشاشه الداخليه او الخارجيه. وعندك هنا نفس ال 8 جيجا رامات اللي موجوده. لكن يمكن النقطه اللي اتحسنت فعلا، ودي نقطه تحترم جدا من سامسونج، هو البروسيسور اللي موجود، واللي بقى نفس البروسيسور اللي موجود في سلسله الاس 23، وهو السناب دراجون 8 جين 2 فور جالاكسي، واللي فعلا بيدي اداء اعلى بكتير جدا من اللي كان موجود قبل كده في الفليب 4. فهو بيدي 25% زياده في اداء الجي بي يو، و20% زياده في اداء الام بي يو اللي هي الناتشرال بروسيسنج يونت، ودي اللي خاصه بالذكاء الاصطناعي والكلام ده، و17% زياده في اداء السي بي يو. ودي كلها شويه ارقام انت كمستخدم عادي مش هتفرق معاك اصلا ولا هتحس بالفرق ده. لكن الحاجه اللي انت ممكن فعلا تحس بالفرق فيها نتيجه للبروسيسور الجديد ده هو استهلاك البطاريه، واللي ما زالت بنفس الحجم بتاعها 3700 ملي امبير ما اتغيرتش. لكن اللي اتغير بسبب البروسيسور هي العمر بتاع البطاريه اللي بقت تعيش فعلا اكتر بسبب ان هو بيحافظ على استهلاكها. لكن ما زالت سرعه الشحن هي ما اتغيرتش، فالشحن السريع ما زال لسه 25 واط، والشحن اللاسلكي 15 واط، والشحن العكسي 4.5 واط. فدي طبعا ارقام يعني قليله جدا بالنسبه للشحن بتاع سامسونج. والشاشه الرئيسيه في الجهاز ده هي ما زالت بنفس المقاس 6.7 بوصه بابعاد 1080 في 2640. وممكن ناس كتيره تكون شايفه الشاشه دي طويله شويه، بس انا شايف مقاسها معقول جدا بالنسبه لتليفون بيتني، لانك تقدر تستفاد من الايدج بانل في انك تفتح تطبيقين فوق بعض، وتقدر تشوف التطبيقين بمقاس معقول شويه. والتردد بتاع الشاشه دي هو تردد متغير زي ما احنا خلاص اتعودنا من سامسونج، من 1 هرتز لغايه 120 هرتز بناء على الحاجه اللي بتتعرض على الشاشه. وبتدي قوه اضاءه لغايه 1750 نتس، وده اعلى بكتير جدا من السنه اللي فاتت اللي كان بيدي 1200 نتس بس. وزي ما اتكلمت باستفاضه قبل كده في الفيديو بتاع الفليب 4، فانت برضو الفليب 5 بسبب موضوع تانية الشاشه ده فانت تقدر تستخدمه في وضع التانت مود، واللي منه تقدر تشغل مثلا اي فيديو او حاجه اثناء ما انت حاطه على جنبك على الكمبيوتر مثلا بتشتغل، او انت بتاكل تبقى بتتفرج على حاجه كده بسهوله. او ممكن تستخدم وضع الفليكس مود اللي هو لو تنيت الشاشه كده بزاويه معينه، ففي بعض التطبيقات اللي بتدعم الوضع ده هتلاقيها مطلعه لك شويه اوبشنز موجوده في الجزء اللي تحت من الشاشه، تطبيقات زي يوتيوب مثلا او الكاميرا او انستجرام بيقدروا يوظفوا ان هو كده بقى عنده جزئين من الشاشه منفصلين. ولو ان في رايي لسه مازال موضوع الفليكس مود ده محتاج شويه مجهود اكتر من سامسونج، لان تطبيقات كتيره قوي ما بتعرفش تستفيد بيه خالص لغايه دلوقتي. لان في اغلب التطبيقات اللي مش بتدعم الوضع ده، فالوضع الديفولت هو ان بيطلع لك الجزء اللي تحت كده بيبقى فيه تاتش باد، تقدر تستخدمها زي ما بتستخدم التاتش باد بتاعت اللابتوب بصباعين، تقدر تعمل سكرول، تقدر تكليك على اي حاجه، او ممكن مثلا تزود الاضاءه بتاعت الشاشه او تقللها او تعلي الفوليوم وتوطيه. بس انا شايف ده بصراحه ملهوش اي لازمه، يعني اديني سبب واحد منطقي يخليك تبقى بتغير الفوليوم من حاجه زي كده بدل ما تدوس على الزرار من الجنب. بس اعتقد ان الهدف كان عند سامسونج انها تطلع لك الشاشه في الجزء اللي فوق عشان تقدر تستخدمه وانت حاطه على المكتب او على ترابيزه بسهوله. ولما لقيت الجزء اللي تحت ده فاضي قالت يعني تحشيه باي اوبشنز، بس هي محتاجه تفكر شويه في استخدام افضل للحته ديت. وطبعا في التليفون ده انت تقدر تستخدم ميزه سكيور فولدر الرائعه جدا عند سامسونج، واللي اتكلمت عليها بتفاصيل اكتر في فيديو مقارنه السامسونج اس 23 الترا مع الايفون 14 برو ماكس، واللي هسيب لك لينك ليه في وصف الفيديو تحت. لكن للاسف التليفون ده ما تقدرش تستخدم فيه خاصيه سامسونج ديكس، اللي انا شايفها واحده من احلى الحاجات اللي سامسونج عملتها. بس طالما بنتكلم على السوفت وير وامكانياته، فخليني كده ارجع وافكرك بالنقطه اللي كنا اتكلمنا عليها في الاول، وهي ازاي اقدر احط اي تطبيق انا عايزه على الشاشه الخارجيه. وده عن طريق انك هتروح للجالكسي ستور وهتدور على ابلكيشن اسمه جود لوك، وبعد كده هتنزله وتروح تدور على بلجن اسمه مالتي ستار. هتروح لايكون اي لاف جالكسي فولدبل، وبعد كده هتروح لللانشر ويدجت، وهتلاقي هنا طلع لك كل التطبيقات اللي موجوده عندك على التليفون. اختار كل التطبيقات اللي انت عايزها تظهر على الشاشه الخارجيه براحتك، وبعد كده اقفل الشاشه وروح للشاشه الخارجيه ودوس دوسه طويله عليها، وتعالى لغايه الاخر خالص كده على اليمين عند زرار البلاس دي تدوس عليها، وهتلاقي طلعت لك الجزء بتاع اللانشر بتاع الابلكيشن. بس كده حطه هيطلع لك كل التطبيقات اللي انت عايزها هنا،
ومنها تقدر تفتح اي حاجة براحتك جدا على الشاشة الخارجية ديت. واخر حاجة في الجهاز ده هي الكاميرات، واللي ما اتغيرتش برضو عن السنة اللي فاتت خالص. فانت لسه عندك نفس العدستين ال 12 ميجا بكسل، سواء للعدسة الوايد وفتحة عدسة 1.8 او الالترا وايد وفتحة عدسة 2.2، او حتى الكاميرا الداخلية او العدسة الداخلية ال 10 ميجا بكسل، واللي اعتقد انت مش هتستخدمها قوي غير في الاونلاين ميتينجز والحاجات ديت. لان في اغلب الاوقات لما تحتاج تصور، انت الافضل انك تستفيد بالكاميرا الخارجيه، انك تصور صور سيلفي بريزوليوشن اعلى. ودلوقتي انت قادر انك تشوف الصوره بتاعتك على الموبايل، ودي واحده من اقوى المميزات اللي موجوده في سلسله الفليب. وكمان خاصة بعد ما سامسونج عملت تطويرات كتيرة قوي في التليفون ده، انك من هنا تقدر تصور صور وفيديو، وتقدر تتحكم في كل الفيتشرز اللي انت عايزها في الكاميرا. وكمان في موضوع الفيديو، تقدر دلوقتي تستفيد بموضوع الاوتو فريمنج، وهي انك تخلي التليفون يتتبع حركتك اثناء ما انت بتتحرك، عشان تفضل على طول انت اللي في سنتر الصورة. وفي حاجة حلوة كنا شفناها برضو في الموتورولا، هي انك دلوقتي تقدر وانت بتصور حد وانت فاتح التليفون، تبقى مخليه هو كمان شايف نفسه اثناء ما انت بتصوره. ودي هتنفع قوي بقى لو حد بيصور ناس اللي تحب تشوف صورها، فيقول لك لا انا اصل الصوره دي ما كنتش باصص، اصل انا ما كنتش ضاحك كويس. فدلوقتي كله قدامه قبل ما انت تدوس على زرار الشاتر. من الاخر، رايي في التليفون ده ان ده تليفون رائع جدا، واللي سامسونج عملته السنه دي في سلسله الفليب 5 فعلا نقله مختلفه جدا في التليفونات الفولدبل. ويمكن احسن بكتير من اللي حصل في الفولد 5، زي ما هنتكلم عليه في فيديو بعد كده. وانا بفكرك تاني ان الفيديو اللي جاي هيكون مراجعة ما بين التليفونين دول. واستنى ما تشتريهوش دلوقتي سواء ده او ده، لغاية ما تتفرج على المراجعة عشان تعرف انه جهاز انسب بالنسبة لك. ولغاية ما ينزل الفيديو الجاي، انا بشجعك انك تتفرج على الفيديو التفصيلي بتاع الموتورولا ريزر، واللي هسيب لك لينك ليه في وصف الفيديو تحت. وده مش كل حاجة، احنا لسه هنعمل فيديوهات تانية عن مثلا مراجعة الفولد 5 اللي انا محبط منه جدا، ومراجعة تابلت سامسونج الجديد الرهيب الاس 9 الترا، واللي فعلا انا بالنسبة لي انا تنحت لما شفته واشتغلت عليه. فخليك متابع هنا في القناة، واشوفك في الفيديو اللي جاي. يلا، سلام.